متى آخر مرة أنت زرت أقربائك يا منجوس؟ لقد زرتهم في الأسبوع السابق. هل تعلم أنا قبل أمس كنت في عمتي. ما شاء الله، لقد قمت بزيارتهم. نعم. هذا جيد. هل أنت رحت إلى عمتك؟ لم أزورهم قريبا، لكن سأزورهم كما أنت قمت بزيارتهم. جميل جميل. أصدقائي، عن ماذا تتحدثون هنا؟ عن مثلا أنا مثلا زرت عمتي وهو زار جده. جميل، زرتم أقاربكم إذن. نعم. أصدقائي الأطفال يشاهدوننا الآن، علينا على الأقل نرحب بهم. مرحبا مرحبا يا أصدقاء. مرحبا. براعم. لدي قصة جميلة على هذا الموضوع، أتدرون كذا عن ذلك؟ ما رأيكم أن أحدثها وأقصها إليكم؟ حسنا. مستعدون؟ نعم مستعدون. هيا إذن إلى فقرتنا القادمة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان هناك فتاة تسمى ليلى، صاحبة 10 سنوات. كانت ليلى فتاة مجدة وجميلة تحب والديها كثيرا. جاءت العطلة وانتهت مراحل الدراسة، أخذت امتحاناتها وكانت قد جلبت نتيجة جيدة جدا. والدها كان سعيدا بها وفخورا بها، فقال لها: دعينا نذهب ونخرج. انبسطت جدا وفرحت جدا وكانت مليئة بالسعادة والسرور. وأخيرا سوف تذهب في نزهة وسوف تغادر البيت قليلا، ليس لأجل الدراسة أو المدرسة، بل لكي تستمتع وتنبسط. ذهبت مع أبوها لتريد أن تخرج، فسألته: إلى أي حديقة سوف نذهب؟ قال لها والدها: لن نذهب إلى حديقة، بل سوف نزور عمتك. ما رأيك أن نذهب ونراها؟ لم نزرها منذ وقت طويل. حزنت ليلى وخابت ظنونها، كانت تظن أنها سوف تذهب إلى الحديقة لتلعب وتستمتع وتفرح، ولكنها مع الأسف سوف تذهب إلى بيت آخر، صحيح بيت عمتها ولكنه يعتبر بيت آخر. هذا ما كانت تراه. لقد انزعجت وبكت وقالت لوالدها: أنا لا أريد أن أذهب، اذهب أنت إلى عمتي وأنا سوف أبقى في البيت. لماذا؟ لأنني كنت أريد أن أذهب إلى نزهة، لقد درست كثيرا واجتهدت كثيرا وكنت دائما في البيت، المدرسة البيت المدرسة، الآن أريد أن أذهب إلى نزهة وليس إلا ببيت عمتي. حسنا، أنا سوف أبقى في البيت واذهب بمفردك إلى عمتي. ذهبت تبكي في غرفتها. حزن والدها من سماع ليلى تقول هذا الكلام. لماذا لا تريد ليلى زيارة عمتها؟ ذهب إليها وتحدث معها بهدوء. ليلى، لماذا لا تريدين زيارة عمتك؟ أخبرته أنها تريد أن تستمتع وتذهب إلى الحديقة، فقال لها: إنها عمتك ونحن لم نزرها منذ وقت طويل، ولقد أمرنا الله وديننا الحنيف بأن نصل أرحامنا. فسألته: ما معنى صلة الرحم يا أبتي؟ فقال لها: صلة الرحم معناها أن نذهب ونزور أقاربنا الذين هم من حولنا، من أجل أن لا ننساهم وألا نبتعد عنهم، فهذا أمر إلهي. حينها قالت له ليلى: حسنا، بما أننا ديننا يأمرنا بذلك وعلينا أن نزور أرحامنا أو أقاربنا، سوف أفعل بذلك بكل تأكيد وسرور. ذهبت ليلى مع والدها إلى عمتها. بعد ذهابها إلى عمتها استمتعت ليلى كثيرا مع رفقة أبناء عمتها، وكانت تلعب معهم وتأكل البسكويت الذي أعدته لها عمتها. وخرجت مع أبناء عمتها الكبار إلى الحديقة وأخذوا في نزهة جميلة. استمتعت ليلى كثيرا بذلك اليوم الجميل. لقت عمتها واستمتعت برفقتها ومجالستها، وذهبت إلى حديقة وعملت نزهة مثل ما كانت تريد. أحدثها عمتها بعضا من الألعاب لأنها قد اجتازت الامتحانات بنجاح، فقالت لها ليلى: أنا أحبك كثيرا يا عمتي، شكرا لأنك موجودة في حياتي وسوف أزورك دائما. أيضا سعدت العمة بقول ليلى لذلك، فهي تحب ابنة أخيها كثيرا. هنا كانت القصة قد انتهت. ليلى لم تنقطع عن عمتها وبقيت تزورها وهي سعيدة. وفهمت ليلى أخيرا لماذا الإسلام أمرنا بصلة أرحامنا. توتة توتة، خلصت الحدوتة. ما رأيكم؟ لا، جميلة.
جميلة جدا. نعم. أعجبتكم قصة ليلى؟ أكيد. نعم أكيد. حسنا، يا ترى ماذا استفدتم من القصة؟ استفدنا أن نصل أرحامنا مع بعض وأقربائنا لكي لا نتركهم. أحسنت، جميل جدا يا محمد. ماذا عنك يا منجوس؟ نعم، لقد تعلمت أن زيارة الأهل هي من الأمور الإلهية، وأن الدين الحنيف هو أمرنا بذلك. جميل، أحسنت يا منجوس. ومنذ متى كانت آخر زيارة لصلة أرحامكم لأقاربكم؟ أنا قبل يومين. قبل يومين. جميل، أحسنت يا محمد. ماذا عنك يا منجوس؟ أنا في الأسبوع السابق للأسف. فترة طويلة، أليس كذلك؟ نعم. جميل، عليكم أن تزوروهم في أقرب وقت ممكن، وإذا لم تستطيعوا أن تزوروهم ومنعتكم الظروف لذلك، اتصلوا وطمئنوا عليهم. حسنا، أخبرهم كيف حالكم، هل أنتم بخير؟ حسنا. أليس كذلك؟ حسنا. لازم أنه دائما نسأل على أقاربنا ونتطمئن عليهم ونرى أحوالهم، هل يحتاجون لشيء ما، هل هم بخير أم لا، ماذا يمكننا أن نقدم لهم من مساعدة، أليس كذلك؟ نعم صحيح. ماذا رأيكم في الأعياد والمناسبات؟ هل يجب علينا أن نتصل ونهنئهم بذلك أيضا؟ نعم. ليس هذا مفترض؟ أكيد أكيد. نعم. مثلا في أي عيد علينا أن نتصل بهم؟ مثلا عيد الأضحى. جميل، أحسنت. وماذا أيضا؟ أو مثلا عيد الفطر، أليس كذلك؟ أيوة عيد الفطر. ماذا نقول حينما نتصل بهم في عيد الأضحى والفطر؟ يعني نسلم عليهم ونطمئن عليهم، يعني زي كذا. أحسنت. ماذا عنك يا منجوس؟ ماذا نفعل لأقاربنا في الأعياد؟ لابد أن نزورهم ونطمئن عليهم ونهنئهم بالأعياد. أحسنت. ماذا إذا كانوا يعني بعيدين جدا، ماذا نفعل؟ يمكن أن نتواصل عن طريق الهاتف. أحسنت. ونهنئهم بالعيد لأنه عيد جميل والجميع يهنئ بعضه في العيد. والأولى أن نهنئ أقاربنا ومن والدينا وأسرتنا وجيراننا بقدوم العيد المبارك، أليس كذلك؟ نعم. هذا معناه فعله دائما نتصل بالأعياد والمناسبات وبدون مناسبة أيضا لنسأل عنهم ونصل أرحامنا ونطمئن عنهم ونزورهم حتى في بيوتهم ونراهم كيف أحوالهم. ما رأيكم؟ نحن عندنا عادة جميلة. نعم مرة جميل. صحيح؟ نعم. هل سوف دائما تفعلون هذا؟ نعم. أحسنت. نحن عندنا في كل جمعة تجتمع العائلة كلها. جميل. وأنا ألعب مع أقاربي من الأصدقاء جميل والأهل. جميل جدا. أعجبتني فكرة أن تجتمعوا يوم الجمعة دائما في أحد بيوتكم. جميلة الفكرة، أليس كذلك؟ نعم. هل تفعلها يا محمد أنت وعائلتك؟ نفعل. تفعل مثل هذا؟ نفعل. جميل. حسن يا أصدقائي الأطفال، ماذا عنكم أنتم أيضا؟ أخبروني، أنا أنتظر. هل تزورون أقاربكم أسبوعيا؟ وهل تطمئنون عنهم يوميا؟ ماذا؟ نعم، أخبروني بصوت أعلى. أحسنتم، هكذا تكونون أطفالا مميزين ومؤدبين ومهذبين، أليس كذلك؟ نعم. أحسنتم، لأنكم تتبعون دين الإسلام. نلتقي وإياكم أصدقائي الأطفال إلى فقرة أخرى، هل أنتم متشوقون لها؟ نعم. ما هي هذه الفقرة يا منجوس؟ هل تعرفها؟ إنها لنتعلم معا. أحسنت، لنتعلم معا شيئا جديدا ونكتشف شيئا جديدا. ابقوا معنا أعزائي الأطفال، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا أعزائي الأطفال في برنامجكم برعا. سوف نذهب إلى فقرة مميزة، هل أنتم متشوقون؟ نعم. نعم. ما هي فقرتنا لهذا اليوم؟ لنتعلم معا. أحسنت، لنتعلم معا. سوف نتعلم شيئا مميزا في الفقرة، ابقوا معا. مرحبا بكم في هذه الفقرة لنتعلم معا. ماذا سوف نتعلم اليوم يا محمد؟ نرسم أم نكتشف شيء؟
رأيك من الأشياء الجاهزة حاليا؟ نرسم. أحسنت، إذا سوف نرسم. نحتاج فقط إلى مجموعة من الأشياء: أقلام تلوين، ورق أبيض للرسم عليه، قلم، ممحى، ومبرة. هذا ما نحتاجه، أليس كذلك؟ نعم. هل هي جاهزة أمامكم أعزائي الأطفال؟ هل نبدأ؟ سوف نتعلم رسم شيء جميل جدا كيوت. ما هو؟ هل تتوقعه؟ هل هي النحلة؟ أحسنت، سوف نتعلم رسم حشرة اسمها النحلة. لكنها مفيدة جدا، تدري؟ نعم. ماذا تفعل النحلة؟ تجيب لنا العسل. أحسنت، والعسل مفيد جدا. تدري يا محمد أن العسل لا يخرب أبدا ولا يفسد أبدا؟ هل تعرف هذه المعلومة؟ أن العسل مهما بقي سنوات وسنوات وسنوات ولا يفسد، وهو فيه شفاء. وأيضا لو في الأرض ما كان في شيء اسمه حشرات ما كنا سوف نكون في الحياة. أحسن. لأن الحشرات هي مصدر للأعشاب، يعني زي مثلا للنباتات يعني التي النباتات. تتكاثر أيوه. وتثمر وتعيش النباتات. أحسنت، جميل جدا، هذه معلومة جميلة. حسن، أول شيء سوف نحتاجه يا أصدقاء الأطفال أن نرسم وجه النحلة. هكذا نضع دائرة، بما أنه نحلتنا سوف تكون، سنعمل لها كأنها دائرة بيضاوية قليلة. تمام، بس الدائرة كذا تكون شكل بيضاوي، وجه النحلة. حسنا، هكذا رسمنا وجه النحلة. ثم نرسم جسمها من هنا تكون أيضا مثل الدائرة أخرى من هنا، وهكذا دائرة أكبر بيضاوية أيضا، هكذا دائرة بيضاوية أكبر من الوجه. بالتالي نكون قد رسمنا جسم النحلة. هكذا رسمنا جسم النحلة. ثم ماذا سوف نفعل؟ هل تدري؟ الخطوط عمليات. سوف نرسم خطوطا لها. النحلة معروفة بأن لها لونين، أصفر وأسود. إذا سوف نعمل خطوط في جسد النحلة زي الحلقات، حلقات هكذا. لماذا؟ لأنها مميزة بأن لديها خطوطا، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا نرسم الخطوط. بعدما رسمنا الخطوط نريد أن نعمل شيء آخر. ما هو؟ ما رأيك؟ الأجنحة. حسنا، سوف نرسم الأجنحة إذن مثل ما يريد محمد. هكذا نرسم جناح من هنا نصعد. الجناح النحلة يكون عبارة عن جزئين، حسنا، مثل الذبابة تقريبا. وهكذا مرة أخرى نقوم برسم جناح أيضا، هكذا. قد رسمنا جناح، وهذا جناح آخر. هكذا رسمنا جناحين. أبدعوا أنتم في الجناح يا أصدقائي الأطفال مثل ما تشاءون. بعد الجناح ماذا سوف نرسم؟ الأيدي والأرجل. ليس أيدي وأرجل، هناك شيء آخر لدى النحلة تقرص به. ما هو؟ هل هو رك صغير يأتي هنا. الإبرة، إبرة النحلة. علينا أن نرسم إبرة، لديها إبرة. هذه الإبرة قاتلة، تدري؟ هيك تقتل. ثم نرسم، نعم، تقتلها هي. لا تبقى النحلة حية إذا قرصت شخصا ما وذهبت الإبرة، تموت النحلة في الماء. لأنها الإبرة تعطي للجسم اللي هو شالة، يعني الدم كله اللي جوا هذا، بعدين عشان هي ما يبقى لها الدم بعدين تموت، صح؟ هكذا تقريبا. نرسم الآن الأعين، أعين نحلتنا الجميلة. نرسم لها فم أيضا، هي تبتسم لأنها تقوم بعمل جميل وهو إنتاج النحل. النحل من الحشرات المفيدة جدا جدا في الحياة. هي تعيش في مجتمع، تعيش في مملكة، ليس كذلك؟ نعم. جميل. والآن الأيدي. الأيدي. حسنا، رسمنا لها عين، أنف، وفم. الآن سوف نرسم ماذا للنحلة؟ يدين وقدمين. نعم. حسنا، هاي ارسم اليدين مثل ما تشاء. حسنا. حسنا. هكذا مثلا سوف أرسم لها يدين هكذا.
ما رأيك يا منجوس في نحلتنا التي نرسم فيها الآن؟ أنا أنتظر أن أراها. وهل سيكون عندها عسل؟ ما رأيك أن نرسم عسلا جنبها؟ فكرة. موافق حتى أخذه. تأكل عسل أليس كذلك؟ نعم إنني أحبه. جميل. هل تدري أن للنحلة قرون استشعار؟ عجيب. صغيرة هكذا من أجل أن تبحث عن الأسرة، تبحث عن العائلة، تبحث عن المملكة. حسنا بعد ما رسمناها نحتاج إلى أن مثلا نضع بعض الرتوشات في جناحها هكذا مثل التموجات، أنه يتموج. ونحتاج إلى أن نلون النحلة. سألون وجهها باللون الأصفر، سأحتاج فقط الأسود والأصفر تقريبا. برتقالي. هكذا نأخذ اللون الأصفر. إذا أردتم أن تلونوها بلون مختلف لا بأس، مثل ما تحبون. أبدعوا يا أصدقائي الأطفال. وهكذا يا أصدقائي الأطفال رسمنا النحلة. انظروا كيف هي جميلة. ما رأيك في النحلة؟ جميلة. ولكن أريد أن أرسم شيئا آخر جنب النحلة مثل ما فعل محمد. لقد رسم عسلا. أريم العسل الذي رسمته. جميل. ما رأيكم أن نرسم أيضا خلية نحل من جنب النحلة؟ سوف نرسم هكذا. تكون خلية النحل عبارة عن ماذا؟ كأنها دوائر هكذا، كأنها دوائر ودائرة تبدأ تصغر. الدوائر صغيرة قليلا فقليلا هكذا. وهكذا تقريبا رسمنا ماذا؟ خلية نحل. بس كذلك انظروا ليست جميلة جدا ولكنها لا بأس بها، تفي بالغرض. وهكذا نكون قد رسمنا خلية نحل. نلونها باللون الأصفر لأن النحل دائما خليته تكون لونها أصفر هكذا شكلها. انظروا كيف شكل خلية النحل.
بهذه الطريقة ماذا فعلنا؟ رسمنا نحلة وخلية النحل اللي نسميها نحولة، هكذا نعطيها اسما. سميتها نحولة، ما رأيك في اسمها؟ عجبك اسم نحولة؟ نعم. نحولة، ها هي نحولة، نوريها للأصدقاء. هل أنت جاهز؟ نعم. هذه هي نحولة. ما رأيكم في نحولة يا أصدقاء؟ أروني إبداعاتكم أنتم أيضا، راسلونا في صفحة القناة على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لنرى إبداعاتكم. انظروا إبداع محمد، إنه جميل جدا ما شاء الله، إن نحلته جميلة. ما اسمها؟ تفضل. اسمها نحلة. نحلة، جميل. أوكي، نحلة ونحولة. حسنا، ما هي أسماء نحلاتكم أيضا أنتم أيضا؟ أخبرونا. حسنا، هكذا قد قلنا رسمنا نحلة وأيضا خلية نحل وعسل مثل ما فعل محمد، وانهينا لفقرتنا لهذا اليوم. هناك تحدي آخر، هذا التحدي سيكون ما بين من ومن؟ بين محمد ومنجوس. منجوس. هل أنتم متشوقون لمعرفة من سيكون الفائز في التحدي؟ نعم. من؟ أنا. لا أظن. هذه المرة من سيفوز؟ واحد، لستما الاثنين أنا سأفوز. أنا سوف أفوز عليك. سأفوز عليك. سوف نرى في التحدي. حسنا. حسنا، سوف نرى. سيحكم أو سيفصل بينكما التحدي القادم. هيا بنا لفقرة التحدي. مرحبا بكم في فقرة التحدي. هذه الفقرة ستكون بين محمد صديقنا وصديقنا منجوس. نعم. فيا ترى من سوف يكون الفائز بينهما؟ أخبرونا يا أصدقائي الأطفال، أيهم سوف تشجعون؟ محمد أم منجوس؟ يا ترى من سوف يفوز؟ أنا سوف أفوز. أنا الذي سأفوز. أنا اللي سوف أفوز. حسنا، سنرى ذلك. حسنا، أول سؤال يقول في التحدي: ماذا تمثل الصلاة في الإسلام؟ من يا ترى سوف يعرف الإجابة؟ من يا ترى؟ أنا. تفضل يا منجوس. الصلاة هي من الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. أحسنت، هي فريضة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. برافو عليك منجوس، نقطة لمنجوس. نعم. شجعوني يا أصدقاء. هيا. سوف تخسر، تشجعوني أنا. حسنا، سنرى من سوف يفوز في السؤال الثاني. لا بأس محمد، يمكنك أن تسبق منجوس في السؤال الثاني. تمام؟ حسنا، السؤال الثاني يقول: كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ حسنا يا محمد. ركعتان. أحسنت، برافو. وهكذا صرتما تعادل. السؤال الأخير سيكون سؤال الفصل، من منكما سيفوز؟ السؤال يقول: كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ أنا أريد أن أجاوب. أنا لا أعرف ما سوف أختار في هذا السؤال. حسنا، جاوب أنت أولا، وإذا أخطأت سأفوز أنا. حسنا، هيا يا محمد. هي 4 ركعات. برافو، لقد فاز يا منجوس، لقد خسرت. لا بأس، لا بأس بذلك. حزين. سوف تفوز في المرة القادمة. تمام؟ حسنا، إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنت يا محمد، لقد عرفت الإجابات الصحيحة. مبروك يا محمد. مبروك. مبروك. وإن شاء الله المرة الثانية أنت سوف تفوز. حسنا، إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا عنكم أصدقائي الأطفال؟ هل عرفتم الإجابات الصحيحة؟ أخبرونا في التعليقات أسفل هذا الفيديو. تمام؟ تمام. إذا نلتقي وإياكم في عدد جديد وحلقة جديدة من برنامجكم براعم. الآن حان وقت الذهاب مع الأسف الشديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.